اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. الكشري الاسكندراني من الاكلات المصريه الاصيله اللي دايما بتلاقيها على الاقل خالص مره في الاسبوع في البيت المصري. تعالوا نشوف عملناها ازاي بطريقه خفيفه ومش مكلفه خالص، وكمان بطريقه سهله جدا. يلا بينا. اول حاجه كده معانا ميه بتغلي، هننزل فيها بالبطاطس بتاعتنا اللي احنا هنسلقها علشان نحمرها معانا مع الكشري. انا غاسله البطاطس وكنت نقعاها في ميه عشان تنزل كل التراب اللي عليها، حطيتها في الميه اللي بتغلي كده وغطيتها وحطيت عليها شويه ملح وبس. سبتها لحد ما اتسلقت. اول ما اتسلقت معايا حطيت الزيت بتاعي على البوتاجاز عشان يسخن، عشان نحمرها على طول، نشتغل كده سريع سريع فيها. بعد ما غسلتها فصفيتها من الميه وغسلتها وقشرتها، الزيت بتاعي كان سخن، نزلت كده بيها فيه لحد ما تتحمر. طبعا بقى واحنا شغالين في البطاطس بنجهز بقى بقيه حاجتنا وهي بتتحمر كده، بنطبخ الرز، بنعمل الحاجات اللي ايه اللي احنا الحبشتكنات بتاعه الكشري. انا بسلق البطاطس الاول وبعدين بقطعها. ممكن تقطعيها قبل ما تسلقيها على حسب ما انت حابه تعملي فيها ايه. انا بقى جبت حله علشان اعمل الكشري بتاعي. انا حطيت الرز، نص الرز، كميه الرز قد كميه العدس. ممكن انت تقللي، ممكن انت تزودي زي ما انت حابه. انا كده حطيت ماده دهنيه ونزلت عليها بالرز والعدس بعد ما غسلتهم كويس، وهديهم بقى تشويحه لحد ما يتغلفوا معايا بالماده الدهنيه كويس، وحط طبعا الملح بتاعها وبس كده. ممكن تضيفي انت اي اضافات كمان، ممكن تحطي توابل صحيحه، ممكن حبهان، ممكن ورق لوري، هيديكي نكهه كويسه. بس انا عشان هعملها في الاخر بطريقه كويسه، فقلت طريقه حلوه يعني، فقلت ما ايه اخليه كده بالماده الدهنيه الخفيفه ديت، ونزود عليه الميه بتاعته ونغطيه لحد ما يستوي. وبعد كده نجهز بقى بقيه حاجتنا، نغطيه بقى ونسيبه كده لحد ما يغلي معانا ويستوي، ونقلب بقى البطاطس بتاعتنا علشان تتحمر بقى من جميع الجهات وتبقى لونها جولد خفيف كده وحلو. تعالوا بقى عمل البطاطس بتاعتنا تستوي، هنقطع بقى البتنجان بتاعنا. طبعا بقى الكشري بتنجان وبطاطس بيض. طب بس احنا بقى عشان عايزينها اكله اقتصاديه، هنخليها بس بالبطاطس والبتنجان والسلطه وفقط، يعني حاجات خفيفه كده. همسك بقى البتنجان بتاعي العادي خالص، امسكه واقشره تقشيره خفيفه كده، مش هقشره كله يعني. بعد ما اطلع البطاطس بقى انزل بيها على طول عشان يتحمروا. طبعا بقى انا مجهزه الكبه بتاعتي علشان احط فيها الحاجات اللي هستخدمها على طول للدقه بتاعت البتنجان. همسك بقى البتنجان بتاعي اقطعه قطع صغيره كده، هقسمه نصين واروح جايه مقطعاه على حسب طول البتنجان، اقطعها نصين او تلات انصاص يعني، او تلات. هجيب بقى معايا قرنين فلفل واجيب الكبه واركنه على جنب يعني، واجيب بقى الكبه واحط فيها فلفل وتوم وكمان معلقه من هريسه الشطه، هضربهم في الكبه. وطبعا وانا واقفه في المطبخ بجهز بقى كل حاجتي، بحيث ان انا وانا مولعه البوتاجاز اخلص كله مع بعضه. الرز هنا كان اتشرب الميه بتاعته، اديله تقليبه بقى واغطيه واحطه بقى على عين واطيه خالص لحد ما اجهز بقى بقيه اكلي. هجيب بقى طاسه واحط فيها شويه زيت عشان اعمل دقه البتنجان. حطيت الفلفل والثوم وهرسه الشطه اللي انا ضربتهم في الكبه على الماده الدهنيه او الزيت اللي انا حطيته علشان يتشوح معايا. اول ما بيتشوح معايا كده بقلبه تقليبتين، وطبعا بقى مخلين بالنا من البطاطس دي، كانت اخر شويه بطاطس، هطلعهم وانزل وراهم على البتنجان على طول، هديهم تشويحه كده. واجيب بقى معايا طماطميتين 3 على حسب كميه البتنجان بتاعتك، واضربيهم في الكبه كده، او قطعيهم مكعبات صغيره على حسب انت حابه تستخدميها ازاي. بس انا حبيت ان انا افرمها في الكبه نص فرمه كده وخلاص. على كده هحط بقى فلفل اسود وكمون وشويه ملح وكمان شويه كزبره، ونشوحهم كده تشويحه كويسه لحد ما يستبكوا معايا، ونغطيه ونسيبهم يتسبكوا لحد ما نقلي البتنجان بتاعنا. بس هنزودهم شويه ميه علشان الطماطم بتاعتي ما فيهاش ميه، علشان ما تتحرقش معايا وتتسبك معايا كويس. هنزل بقى بالبتنجان بعد ما طلعت البطاطس عشان يتحمر كله، ويبقى معايا طبق بتنجان رهيب. اللي خلي بالك ان الفلفل حراق جدا، طبق البتنجان ده كان حراق بطريقه رهيبه. اول ما البتنجان بتاعي خلاص خلص والاتقلى وكمان
الدقه بتاعتي اتسبكت، نزلت كده على البتنجان واديتها تقليبه حلوه كده معاهم. هجيب بقى ليمونه واعصرها عليهم. بصوا حركه الليمونه ديت رهيبه، بتدي طعم حلو جدا للبتنجان. هديله تقليبه بقى واحط عليهم شويه ميه صغيرين خالص، واديهم تقليبه واركنهم على جنب، يعني يغلوا بالميه اللي انا حطيتها ديت واركنهم على جنب. تعالوا بقى جبنا معانا طاسه علشان نعمل بقى الرز بتاعنا. مش انا قلت لكم في الاول انا هعمل الرز بطريقه حلوه؟ هي دي بقى الطريقه. هركنوا البتنجان بقى على جنب، ونجيب بقى الايه الطاسه بتاعتنا وننزل فيها بمعلقه حلوه كده من الزبده وكمان شويه زيت، علشان نعمل معانا احلى طبق رز ممكن تدوقيه في حياتك. حاجه كده فوق الخيال. بس الاول لازم الزبده بتاعتي تدوب وتبقى زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بالرز بتاعي علشان اعمل طبق كده مقرمش كده من بره، وطعمه جبار وطعم الزبده فيه فظيعه. بس بضغط عليه كده بالمعلقه. شايفين لونه تحفه تحفه تحفه. هضغط عليه بقى بالمعلقه لحد ما يثبت معايا كده، مش يبقى مفرول معايا، ويبقى معايا طبق حلو. هنزل بقى بحته سمنه بلدي كده على الوش كمان علشان تديني طعم حلو للطبق بتاعي. السمنه طبعا اختياري، حابه تستخدميها استخدميها، مش حابه دي حاجه ترجع لك. بعد بقى ما الطبق بتاعي اتحمر، شايفين الجمال؟ حاجه كده وهم وخيال، ريحه جباره وحاجه تحفه. وكمان كنت مخلله خيار. الخيار ده من الحاجات اللي تخلي لها الصبح وتاكليها اخر النهار. انا خليتها بالليل واكلتها تاني يوم الصبح. حاجه كده روعه. شايفين بقى الجمال؟ حاجه كده تحفه، مقرمش، حاجه كده تحفه، طعمها يجنن. جربيه بالطريقه دي، واعملي لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسينيش في كومنت لذيذ من كومنتاتك الحلوه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، ويتمنى يكون الفيديو عجبكم. الخيار بيقرمش وطعمه تحفه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد. باي.